المغرب. يلا فهمت. طيب هو امر متوقع جدا. يعني برضو عشان ما نناقضش نفسنا وما نناقضش الاحداث وما نناقضش المنطق بيقول انه المغرب كانت المرشح الابرز لاستضافه كاس افريقيا 2025 اللي كانت في منافسه مباشره مع الجزائر وزامبيا وملف مشترك ما بين نيجيريا وبنين. ليه الجزائر لا وليه المغرب ما ينفعش ابدا نستثني او نتغافل انجاز منتخب السيدات في كاس العالم، انجاز منتخب الرجال في كاس العالم، فوز الوداد بدوري ابطال افريقيا 2022، التنظيم المبهر لكاس العالم للانديه 2022. بس هنا لازم نقول الموضوع كله انه احنا بننظم 2013 و2014 و2018 و2022 وبطوله 2022 تحديدا بننظمها بشكل اكثر من رائع، خلى العالم كله يقول المغرب موجوده. ده رقم واحد. رقم اتنين، دي فيما يخص الخبرات السابقه ماشي. في التنظيم. طبعا نظموا كاس المحليين 2018 وكاس افريقيا للسيدات والكلام ده كله. في خبره في التنظيم، في خبره في التنظيم وبنيه تحتيه جيده والكلام ده كله. في 6 استادات غير الاستادات الاحتياطيه اللي ممكن نعرضهم على الشاشه واحنا بنتكلم. ابرزهم على الاطلاق طبعا مولاي عبد الله بالرباط 66,000 مقعد، ملعب طنجه 88,000 مقعد، ملعب اكادير 66,000 مقعد، ملعب مراكش 55,000 مقعد، مركب محمد الخامس الشهير جدا 55,000 مقعد، ملعب فاس الكبير 66,000 مقعد، وكلهم مجهزين بغرف الفار. وتم وضع ملاعب بركان ووجده والقنيطره ومولاي الحسن والعبدي بالجديده والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطيه. بنتكلم على انه 5 ملاعب جاهزه بغرف الفار وليهم احتياطي 6 ملاعب، كانك بتكون فريق كوره يعني. 6 ملاعب في الدولة اللي جاهزين. واقل واحد فيهم 55,000 مقعد، ده رقم مهول جدا. ممتاز. فكبنيه تحتيه المغرب موجوده. ماشي. حلو الكلام. كل ده بيصب في مصلحه المغرب عشان التنظيم، وبيصب في مصلحه المغرب كايمج، وهو ما اعلن عنه فوزي لقجع في تصريحاته بعد فوز المغرب او اعلان المغرب يعني انه احنا حققنا الهدف رقم 1، استنونا بقى السنه الجايه عشان الهدف رقم 2. ايه الهدف رقم 2؟ كاس العالم 2030. المغرب، اسبانيا، البرتغال، الملف المشترك في كاس العالم 2030. لازم الناس تشوف من دلوقتي. بالظبط كده. فلازم الناس تشوف قوه المغرب في التنظيم، ولازم الناس تشوف قوه الملف المغربي في تنظيم كاس الافريقيه، ولازم الناس تشوف المعادلتين مجتمعتين. مفهوم. انت قلبت الدنيا في كاس العالم كمستوى فني، لازم تقلب الدنيا على مستوى العالم كمستوى تنظيمي عشان الاثنين يقترنا ببعض. فالسنه اللي جايه لما يجي التصويت على كاس العالم 2030 المغرب واسبانيا والبرتغال تبقى حظوظهم اكبر، خاصه انه في ملف اخر مشترك الارجنتين وباراجواي واورجواي. ده ملف مفضل لدى الفيفا عشان الاحتفال بمئويه كاس العالم، واللي كانت اول بطوله ليها سنه 1930 اللي اتلعبت في اورجواي. فالفيفا عنده الخواطر دي بتاعت ان احنا بعد 100 سنه نرجع نعملها في خواطر دراميه. خواطر دراميه بالظبط. طبعا نقطه مهمه جدا، بس في حاجه عايز اقولها هنا، انه استكمالا لكلامك، فكره المغرب انها نظمت قبل كده مش بس ادى خبره في التنظيم، هو ادى تاكيد للناس وحتى زملائنا الصحفيين لما راحوا غطوا في المغرب كذا مره. يعني تم اختبار شبكه الطرق، المواصلات، الفنادق، التحركات اللي كانت جزء مهم جدا في كاس عالم قطر. صحيح. اختبرته هنا على سكيل اوسع بحكم المساحه، فدي نقطه كانت في مقتل. خلي بالك انا اختصرت ده كله في انا قلت قوه البنيه التحتيه بالظبط كده، سواء شبكه المواصلات او شبكه الطرق او التامين او والتامين ده خلي بالك دي حاجه مهمه جدا، مش التامين الامني. انا بتكلم على فكره تامين هذه الاعداد من الجمهور للانتقال السهل من الفنادق الى الملاعب. كاس العالم للانديه اللي فات كان فيه جماهير من كل الانحاء، صحيح، ومحدش فيهم حس باي مشكله نفسيه في الانتقال للملعب. يعني كل التوفيق للمغرب في التنظيم باذن الله، ويكون على مستوى عالي زي ما كانت الاحداث المغربيه